متابعينا، احنا بتوع الملخصات. هتعملي ايه لو انتي عندك مشاكل مع طليقك عشان بنتك تعيش معاكي ولا معاه، وفجأة تلاقي بنتك اتخطفت وانتي المتهمة الأولى قدام طليقك؟ موقف صعب مش كده؟ كملوا معانا الملخص للآخر عشان تعرفوا هيحصل ايه. بس قبل ما نبدأ نورونا وانضموا لعيلتنا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا بينا نشوف فيلمنا النهاردة. بيبدأ الفيلم بواحدة اسمها جي وهي قاعدة بتخلص شغلها في بيتها اللي متأخر عليها، وبتدخل عليها بنتها الصغنونة ديون وبتنادي على المربية عشان تاخدها، وبيبان ان جي على طول مشغولة وانها مش فاضية لبنتها اساسا. وتاني يوم بتكون جي رايحة على شغلها وبتلاحظ ان بنتها عندها برد وانها تعبانة شوية، وبتقول للمربية انها توديها للدكتور يوم الجمعة عشان هي هيبقى عندها شغل. فالمربية بتقول لها انها هتوديها النهاردة لان بكرة الجمعة ديون عندها تطعيم مهم جدا، وجي بتديها المرتب ومعاه هدية تقديرا لتعبها مع ديون. ولما بيجي يوم الجمعة بيتصل المحامي بيها وبيصحيها من النوم وبيقول لها انها تحدد لها جلسة في محكمة الأسرة لانها ما ودتش لبنتها الزيارة لأبوها، وبيقول لها كمان انهم بعتوا لها جواب بالكلام ده كله، فبتقوله انها ما وصلهاش اي حاجة. ولما بتشوف الجوابات بتلاقي فعلا ان المحكمة بعتت لها اخطار بالموضوع ده، والمحامي بيقول لها انها لازم تكون عارفة ان طليقها لو ما شافش البنت في خلال 3 ايام انها هتخسر قضية ضم الطفلة للأبد. وبعد ما بتخلص المكالمة بتنده على المربية وما بتردش عليها، وبتلاقيها سايبه لها رسالة على السبورة بتقول لها انها هتاخد البنت للتطعيم ولما ترجع هتكمل شغل البيت وتعمل الاكل والحاجة اللي وراها. وجي بتشرب كوباية مية وبتسيبها على الترابيزة وبتنزل. ولما بتروح الجلسة بتاعت محكمة الأسرة القاضي بيسألها هي ليه ما بتخليش طليقها يشوف بنته، وبيقول لها ان هو عايز يضم بنته لحضانته عشان هي على طول مشغولة ومش بتهتم بيها. فجي بتقوله انها بتشتغل عشان تقدر تصرف عليها، وبتقوله كمان ان طليقها ما صرفش عليها ولا مليم من ساعة ما هم اتطلقوا. والمحامي بتاع طليقها بيقول للقاضي ان هو كلامها ده معناها ان هي فعلا مش مهتمة بالطفلة عشان مفضية نفسها للشغل. فجي بتقوله انها حتى لما بتكون في الشغل بتسيب بنتها مع مربية متخصصة في التعامل مع السن ده. وبعد لما الجلسة بتخلص المحامي بتاعها بيقول لها ان انت مصممة ان طليقك ما يشوفش البنت، ده معناه ان انت هتخسري القضية وان الحضانة هتتنقل له. وبتقوله انها مش ممكن تديله البنت، وانها لو وصلت ان هي تاخدها وتهرب بيها لاخر الدنيا هتعمل كده بس بنتها ما تبعدش عن حضنها. ولما بتفكر كده وبتحسبها صح بتقول طب ما اروح اتكلم معاه واحاول اجيبه بالطريقة. وفعلا بتروح للمستشفى اللي شغال فيها دكتور وبتقعد تتكلم معاه وبتقول له بص يا ابن الناس، انت اول ما اتجوزنا قلت انك مش عايز عيال ولا دوشه، دلوقتي البت حلوت في عينك ولا هي امك اللي عايزاها؟ وبتقول له انها بتسيب بنتها مع المربيات عشان بتشتغل، وانها بتقدر تصرف على بنتها بدل ما هو مش عارف يصرف عليها وشايل ايده من مصاريفها تماما، وهو بيبقى بيتعامل معاها بلا مبالاه وبيقول لها انا برضو هاخد البنت منك، وبيسيبها وبيمشي. ولما بتروح بتدخل عشان تشرب كوبايه ميه، بس وهي بتحط الكوبايه على الترابيزه بتلاحظ ان كوبايه الميه بتاعت الصبح زي ما هي في مكانها، وده معناه ان المربيه ما رجعتش من ساعه ما خرجت يوم الخميس الصبح. فبتكلمها على الموبايل بس هي مش بترد، وبتدور عليهم في حديقة الكومباوند بتاعهم بس برضو مش بتلاقيها. وبتسأل الأمن عليهم وبيقول لها إن آخر مرة شافها كان الصبح وهي طالعة بالبنت من الشقة بعد ما انتي مشيتي، وإن حتى كنت بلاعب البنت راحت مزعقالي. وبتروح للست اللي جابتها تشتغل عندها وبتقول لها إنها سابت الشغل عندها من زمان، وإن آخر مرة كلمتها فيها قالت لها إنها تشتغل عند جي. وجي بتفتكر لما شافت المربية لأول مرة وعرفت إنها من الصين مش من كوريا، وإنها حتى ما بتعرفش تتكلم كوري قوي، بس وقتها هي وافقت عليها عشان البنت كانت بتعيط وهي سكتت معاها بسرعة. وكمان بتفتكر لما قالت لها إن المربية الأولانية اللي كانت عندها كانت مهملة جدا، وإنها سابت البنت وتعورت في وشها، وإنها وصتها إن هي تخلي بالها منها كويس. وبعدها بتكلم طليقها وبتقوله لو أمه أخدت البنت ولا لأ، فبيقول لها هي أكيد ما أخدتهاش من غير ما تقولي، ولو ده حوار انت عاملاه عشان قضية البنت اللي بيني وبينك فانت بتحلمي ان انا اسيبها لك. وبعد لما بتقفل المكالمة بتروح على البوليس وبتبلغ عن المربية، والمحامي بتاعها بيكلمها وبيحذرها ان المحضر اللي هتعمله ده لو وصل للمحكمة فهيتحكم لها انها غير مسؤولة عن الطفلة، وانها مش هتشوف بنتها تاني لحد ما توصل
سن الرشد وإن أبوها هياخدها منها، فبتقفل معاه وبتعتذر للضابط وبتقوله إنهم خلاص لقوا البنت وبتلغي المحضر اللي عملته. وبعد ما بتمشي الضابط بيشوف اسم المربية على الكمبيوتر، لكن شكلها بيكون واحدة تانية خالص. وتاني يوم بتروح لها حماتها عشان تاخد البنت منها، بس جي بتقفل الباب بتاع الشقة وبتجري بسرعة وبتركب عربيتها وبتروح على الصحة بتاعة التطعيمات عشان تعرف لو المربية طعمت البنت ولا لأ. فالموظفة بتقول لها إن بنتك فعلا اتطعمت بس يوم الخميس مش الجمعة، وإنها كمان أخدت أدوية سخونية وبرد زيادة تكفيها لمدة شهر، وإن ده غالبا بيحصل لما الطفل بيكون مسافر عشان ما يتعبش في سكة السفر. ولما بترجع بعدها لبيتها بتشوف واحد شكله مش مظبوط واقف قدام الشقة، وإنها بتفتكر إنها شافته قبل كده واقف مع المربية، وبتجري وراه وبتسأله لو يعرف مكان المربية فين. فبيقول لها إنه كان جاي لها عشان ياخد منها فلوس وإنه مش عارف ياخدها منها لحد دلوقتي. وجي بتقوله إن بنتها اتخطفت وبتطلب منه المساعدة، فبيقول لها أنا أعرف المكان اللي كانت شغالة فيه قبل ما تشتغل عندك مربية. وبيروح على المكان ده وبيطلع بيت مشبوه، وبتسأل صاحبة المكان عنها فبتقول لها إنها ما تعرفش عنها حاجة، وبتقول لها تسيب رقمها ولو هي جاتها تتصل تقول لها. ولما بتخرج من المكان بيتصل بيها رقم غريب وبيقول لها إن بنتها معاها وإنها لازم تحوله دلوقتي 50,000 دولار يا إما مش هتشوف بنتها تاني. وبتجري جي في الشارع زي المجنونة وبتروح على أقرب مكنة ATM وبتقول أنا هحول لك 10,000 بس لأن هم دول اللي معايا. فبيقول لها تمام، فبتحول له المبلغ وبيقول لها تروح له على حديقة معينة. ولما بتروح لهناك بتبقى بتدور على بنتها ديون في كل حتة بس مش بتلاقيها وسط كل الأطفال الموجودين، وبتتفاجئ في البحيرة بكيس أسود فيه اللعب بتاعت بنتها وبتتصدم وقلبها بيوجعها لتكون بنتها جوه الكيس. بس لما بتقرب بتلاقي إن الكيس ده فيه لعب بنتها بس، وبتحس إن هي كده اتحطت في موقف وحش وإن ما قدامهاش غير البوليس. وفعلا بتروح لهناك وبتبلغ عن اختفاء البنت والمربية، وبتقعد تقلب في الموبايل عشان تطلع لهم صورة للمربية اللي كانوا متصورينها يوم عيد ميلاد ديون، بس بتتفاجئ إن صور المربية كلها كانت ممسوحة، وطبعا ده أكيد بفعل فاعل. وبتقعد تدور على ورق الإقامة بتاع المربية بس مش بتلاقيه، وبتيجي حماتها وبترنها علقة وبتقول لها فين البت يا حرباية، أنا مش مصدقة كل الحوار اللي انت عاملاه ده، ولو انت هربتي البنت مع المربية عشان القضية اللي بينك وبين ابني انا مش هسيبك. ولما البوليس بيعرف ان في قضية حضانة بينهم هما الاتنين طبعا بيصدقوا حماتها وجوزها ومش بيصدقوها هي. وبعدها جي بتسيب الاسم وبتروح على الكومباوند اللي ساكنة فيه وبتقعد تراجع في تسجيلات كاميرات المراقبة، وبتشوف ان المربية اخدت بنتها ومعاها شنطة على ظهرها ونزلوا زي ما الامن قال يوم الخميس وما رجعوش تاني. وبعدها الامن بيقول لها ان في ولد صغير حكاله حاجة غريبة قوي عن المربية وإنها لازم تسمعها بنفسها، والولد ده بيكون جارهم وساكن جنبهم، وبيقول لها إنه شاف الحادثة اللي حصلت لبنتها مع المربية الأولانية، وبيقول لها إنها كانت ماسكة أكياس وكانت بتجر عربية البيبي وإن الأكياس دي وقعت منها على الأرض وهي راحت تلمهم. وقتها المربية الجديدة جت وفكت الحزام بتاع الأمام بتاع عربية ديون وزقتها ووقعتها، والبنت وقعت واتعورت في وشها. ولما أنا شفتها هددتني وقالت لي إن أنا ما أقولش لأي حد عن اللي شفته. وطبعا جي بعد الحادثة دي قررت إن هي ترفض المربية الأولانية عشان هي مهملة في بنتها، وطلبت مربية تانية، وقتها جت لها المربية الجديدة اللي معاها دلوقتي. وده طبعا معناه إنها عملت كل الموضوع ده عن قصد عشان تتوظف عند جي. وحتى الولد الصغير بيقول لها أنا استغربتك قوي لما لقيتك مشغلاها عندك، بس لما عرفت إن هما مختفيين هي وبنتك قلت لازم أقولك عن اللي أنا شفته. وبعدها جي بتروح للمكان المشبوه تاني وبتدي صاحبة المكان فلوس وبتقول لها أرجوكي عرفيني أي حاجة عن المربية دي، فبتطلع لها الصندوق بتاعها القديم اللي سابته قبل ما تمشي، وبتشوف جي في الحاجة بتاعت المربية صورة لبنت صغيرة، فبتسألها هي دي بنتها، بس محدش بيكون عارف هي مين. وبتبص على ظهر الصورة بتلاقي العنوان بتاع الاستوديو اللي اتصورت فيه، ولما بتروح له بتفضل مستنياه لحد ما يفتح وبتقول أنا عايزة أشوف الصور اللي ليها علاقة بالبنت دي. وبتعرف إن البنت دي تبقى أمها المربية، وبتروح لجارة المربية وبتتأكد إن المربية كانت صينية فعلا، ولما جت على كوريا اتجوزت من واحد عشان تاخد الإقامة والجنسية، وإنها خلفت منه بنت صغيرة. وبتعرفها إن ظروف حياة المربية كانت صعبة قوي، وده لأن حماتها وجوزها كانوا بيضربوها وبيعاملوها بعنف لدرجة إنهم كانوا حابسينها في البيت عشان ما تهربش منهم، وإنهم ما كانوش عايزينها تتعلم اللغة الكورية عشان ما تعرفش تشتغل وتهرب منهم. لكن بعد ما حملت وولدت العلاقة
والعلاقة بقت بينهم أحسن شوية. بس طبعا المربية حصل لها صدمة لما عرفت إن بنتها عندها مشكلة في الكبد وإنها لازم تزرع كبد في أسرع وقت ممكن. ولما جوزها وأمها عرفوا إن البنت مريضة طردوها من البيت لأن البنت ما بقاش ليها لازمة، والمربية بقت لوحدها وقررت إن هي تشتغل في البيت المشبوه عشان تعمل العملية لبنتها. وفعلا جمعت المبلغ، بس الموضوع وقف على متبرع، وحالة بنتها كانت بتسوء يوم بعد يوم وهي مش لاقية متبرع، وبنتها ما كانتش تقدر إن هي تستنى أكتر من كده، فأمها قالت إن هي اللي هتتبرع لها، وفعلا عملت العملية لبنتها. بس بعد العملية حالة البنت بقت أسوأ بكتير، وما كانش في مكان في المستشفى، والمستشفى كانت مليانة على آخرها، فقرروا إنهم يطردوا بنت المربية عشان ما دفعتش بقية فلوس العملية، وعشان ياخدوا مكانها البنت الصغيرة اللي هي تبقى ديون بنت جي، واللي أبوها دكتور في نفس المستشفى، وإن هو اللي عطى القرار بطرد بنت المربية عشان بنته تدخل بدلها. والمربية كانت مقهورة وبتنزف، وبتقول لها البنت اللي بتحكي لها إن لغاية دلوقتي ما يعرفوش إيه اللي حصل للمربية ولا لبنتها. وبيتصل البوليس بجي وبيقول لها إنهم عايزين يفتشوا شقتها، وجي بتروح لهم على البيت وبتلاحظ إن المفرش اللي على الترابيزة طلع لفة للبيبي ومكتوب عليه اسم بنت المربية اللي كانت دايما بتقوله وبتكرره. وبتفتكر جي لما كانت بتسأل المربية ليه دايما الأكل ساقع وإنها على طول سايبة الفريزر شغال، والمربية بتقعد تقول لها في أسباب مش مقنعة زي إن الأكل بيبقى صحي أكتر وهو في الفريزر. بس طبعا مع انشغال جي بشغلها ما خدتش بالها خالص من الموضوع ده، فبتقول أكيد الفريزر ده فيه إنه، وبتفتح الفريزر وبتشيل الأكل اللي فيه، وبتتصدم لما بتلاقي إيد ورجل طفلة باينين تحت الأكل، وبتشيل الغطا وهي هتموت من الخوف، بس بتلاقيها مش بنتها، وبتطلع هي بنت المربية اللي كانت في الصورة. وبنعرف وقتها إن بعد ما طليق جي طرد بنت المربية من المستشفى هي روحت بيها لبيتها، والبنت سخنت منها وولعت وكلمت المستشفى ونزلت جري بيها، لكن للأسف ما لحقتهاش والبنت ماتت في إيديها. وهي من وقتها قررت تحتفظ بيها معاها دايما. وجي بتقول للبوليس إنها تعرف واحد يعرف المربية كويس، وهو نفس الراجل اللي وصل جي للبيت المشبوه، وهو اللي كان واقف كمان قدام شقة جي. والبوليس بيحقق معاه وبيقول لهم إن المربية قالت له إنها عايزة تبيع كليتها عشان تاخد فلوس وتعمل عملية لبنتها الصغيرة، وبعد ما عملت العملية الفلوس اتأخرت شوية لحد ما رحت لها بالفلوس، بس قالت لي خلاص إن بنتها ماتت وسابت لي الفلوس ومشيت. وبعد فترة طلبت مني إن أنا أخلص على جوزها، فقلت لها إن المبلغ هيكون كبير قوي لو عايزاني أعمل كده، فقالت لي إنها شغالة مربية أطفال عند ناس أغنياء قوي، وإن أول بنتهم ما تتخطف هيدفعوا مبلغ وقدره عشان ترجع لهم، وكمان هو يقدر ياخد منها الأعضاء اللي هو عايزها ويبيعها بمبلغ وقدره. وبيقول لها كمان إن هو فعلا خلص على جوزها، لكن هي هربت وما ادتوش البنت ولا الفلوس، وأنا ما يعرفش عنها أي حاجة. بس آخر حاجة قالتها له إنها عايزة تعمل باسبور صيني مضروب لطفلة صغيرة عشان ترجع بيها الصين. وبعد الكلام ده بيجروا بسرعة على المينا على أول مركب رايحة للصين، وجي بتكون سابقاهم وقدامهم، وبتفضل تدور على المربية وبنتها ديون، وأخيرا بتلاقيها وبتترد فيها الروح تاني لما بتشوف بنتها. وأول لما جي بتروح لها بتتحايل عليها إنها تديها البنت وما تعملش فيها حاجة، بس المربية بتقول لها دي مش ديون بنتك، دي بنتي أنا. ولما بتلاقي جي والبوليس بيقربوا منها بتقف على سور المركب وبتقول لهم إنها هترمي نفسها هي والبنت في البحر. فجي بتقول لها لو عايزة تنتقمي وتاخدي حق بنتك سيبي ديون وخدي حقك مني أنا ممكن أرمي نفسي من هنا لو عايزة، بس سيبي بنتي. ووقتها بتتحرك مشاعر المربية وجي بتطلع الغطا بتاع بنت المربية اللي ماتت، وبتقول لها أنا دلوقتي بس عرفت يعني إيه أم تخسر بنتها، وبتقول لها أرجوكي بلاش تأذي بنتي، هي ملهاش أي ذنب في موت بنتك، وأنا عارفة إنك بتحبي ديون زي بنتك بالظبط ومش هتقدري إن أنت تموتيها. وبتقول لها تعرفي إن هي بتفكرك إن أنت اللي مامتها مش أنا، وده لأنك بتاخدي بالك منها أكتر مني بكتير. وبصراحة يا جماعة أنا هنا ما قدرتش إن أنا أمسك دموعي. والمربية بتتأثر بالكلام ده جدا وبتدي البنت للبوليس، وهوب بترمي نفسها في البحر وجي بتنط وراها عشان تلحقها، بس المربية بتسيب ايد جي وبتاخد غطا بنتها في حضنها وبتغرق لأنها خلاص ما بقاش عندها اللي تعيش عشانه. وبعد كام يوم بنشوف جي وهي في المستشفى وبتصحى تدور على بنتها وهي مخضوضة، وبتلاقيها في حديقة المستشفى وبتنده عليها وبتجري ديون عليها وبتقول لها يا ماما. وجي بتفرح قوي ان بنتها عارفاها وبتحبها، وبنعرف كمان ان جي اتحكم لها بالحضانة بسبب اللي عملته عشان ترجع بنتها، وانها كمان نقلت شغلها للبيت وعمرها ما هتجيب مربية تاني.
وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. فعلا الأم ممكن تعمل أي حاجة عشان ولادها، حتى لو هتضحي بحياتها وترمي نفسها في البحر عشانهم. ربنا يخلي أمهاتكم كلكم يا رب ويبارك فيهم. لو عجبكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك لان ده بيشجعني جدا، وكمان انضموا لعيلتنا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل ملخصاتنا الجاية. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.